تحياتي على الجميع. محمد عدنان صانع محتوى رياضي. للأمانة هذا الشاب بيقدم لك محتوى رياضي جميل متفوق، يعني في ناس كثير بتتابعه، وأكبر دليل عنده 7 مليون متابع. ولكن أنت اليوم لما بتعمل تشكيلة أحلامك أنت وما تضع كريستيانو رونالدو وبتحطه أنت احتياط، خسرت تقريبا مليون متابع. وصل عندك المتابعين هلا 6 مليون. شو السبب؟ أنا بقول لك سبب، يا إنه هو كان حابب يعمل ترند. أنا واحد من الناس ما كنت بعرف محمد عدنان، انا بحياتي ما شايف ولا محمد عدنان ولا فيديوهاته. بعد هذا الترند اللي صار انا دفت على صفحته وتابعته. لا، للامانه الشاب متفوق، بيقدم لك محتوى جميل. ولكن هو لما ما حط رونالدو بالتشكيله الاساسيه، يا هو بيكره لهذا اللاعب، يا اما هو حابب يعمل ترند. ولكن الترند جاها بالعكس، راح المتابعين عنده من 7 لمليون 6 مليون. فبتمنى من كل صناعين المحتوى، كريستيانو وميسي، هذول الشخصين، هذول اللاعبين بأي تشكيلة كانت قديمة ولا كانت جديدة، هذول الاثنين لازم يكونوا متواجدين. للأمانة كريستيانو وميسي عملوا كل شيء بكرة القدم. تحياتي على الجميع وشكرا.